انت مشيت مشوار طويل اوي، مينفعش توقف دلوقتي، كمل. زعلت؟ خلصت؟ قوم، ربك موجود صح؟ لست بحاجة أي مخلوق على كوكب الأرض عشان يخليك تقوم. أنت كفيل بأن تنهض بنفسك. تعلق ثقتك بالله عز وجل وتنهض، بعدين تقول أنا مكتئب. ما تستناش لما المكتب يتوضب، او انك تجيب كرسي جديد، او انك تكتب بالقلم اللي انت بتحبه، او انك تبتدي في مواعيد تقبل اسم على 60، او انك تستنى لحد ما الساعة 9 تيجي عشان تبدأ اي حاجة في حياتك. ابدأ، لانك لا هتصحصح ولا هتركز، ولان الظروف المثالية عمرها ما هتيجي. اتحرك، ابدأ يا حبيبي، ابدأ يا بابا. قبل ما تبدأ خطتك لأي تفصيلة صغيرة من تفاصيل الحياة، خطة دراسية، مشروع، أيا كان، لازم تمشي في مسارك وكلك روح وإيمان بقدرة الله على صنع المستحيل من أجلك. ولو ربي ردك عن هالحلم، حاشاك أن تفقد ثقتك بعوض الله. الحياة ما هي وردية دائما، ولا راح تكون وردية دائما. وكل شخص يسمعني الآن، أنا متأكد أنك مريت بتجربة خسارة، صح؟ أيا كانت.